انا عايزه اقول لكم ان انا سجلت الفيديو ده اكتر من 4 5 مرات. الصوت تعبان شويه وفي نفس الوقت فيها هوهوة كلاب بره. مش عارفه اسجل ولا استناهم لما يخلصوا ولا اعمل ايه. المهم، احنا طبعا في موسم المانجا وكلنا متفقين على حب المانجا. انا عن نفسي بعشقها جدا. المانجا بقى في الموسم بتاعها بتكون حلوه كده وفريش وطازه وكمان رخيصه اليومين دول، وكل المميزات الحلوه فيها. فاحنا هنجيبها ونعمل فيها الوصفة القمر بتاعتنا النهاردة. وصفة سهلة وبسيطة وحلوة جدا، وكل اللي اكلها حبها وطلب منها تاني، وفي نفس الوقت شيك جدا في التقديم. وبرضو انا مطولة عليك الفيديو النهاردة، مش زي كل فيديو سايباه براحته، ما عملتش تسريع للفيديو، سايبة كل حاجة كده ماشية زي ما هي. فهنبدأ مع بعض، نستحمل بعض كده في الفيديو ده ونبدأ الوصفة مع بعض. هنجيب هنا بولتين، كل بولة فيها كوباية من المية السخنة. وهنجيب كيسين جيلي مانجا، المفروض انه مانجا، فطبعا ما كانش فيه مانجا فحطيت جيلي مشمش. الجيلي المشمش هي كانت صدفة، بس جيلي المشمش طلع تحفة جدا مع المانجا الفريش، يعني ميكس كده مع بعضه بصراحة خطير، يا ريت تجربوه. هندوب كده الجيلي في المية لحد ما الكريستالات بتاعته تدوب خالص عشان ما يكلكعش في المية. وبعد كده هنسيبهم يبردوا. هنيجي هنا نجيب 2 كيس كريم شانتيه دريم طبعا. وانتي بقى ممكن تحطي كوباية حليب متلجة او كوباية مية متلجة. فاحنا عشان نوفر شوية، لان اي وصفة زي ما قلت لكم قبل كده، اي وصفة حلويات بقت غالية جدا مكلفة، فاحنا حطينا كوباية مية متلجة وفيها تلج زي ما انتوا شفتوها كده. هنفضل طبعا نضرب كده في المضرب بالمضرب لحد لما تبقى معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنروح بقى نجيب كوباية كده من الجيلي اللي احنا سايبينه يبرد على جنب، وبرده هنضربه كده ضربة كمان مع الكريم شانتيه. مش هياخد مننا وقت كتير على فكرة، كلها بتتعمل في ثواني الشوية بس. وكمان لما دخلت التلاجة ما اخدتش وقت في التلاجة. هنا خلاص جهزت معانا. هنجيب بقى الكوبايات بتاعتنا زي ما انت عايزة تحطيها حطيها، امليها بقى نصها كده منها، بتنزل بسهولة على فكرة وسهلة جدا. وبعد كده انا عملت على فكرة دول عملوا كوبايات كتيرة، مش دول اللي قدامكم، عملوا كتير جدا يعني. كده خلاص. هنجيب بقى مانجا مكعبات نقطعها ونحطها ونسيبها في التلاجة تجمد شوية. بعد كده هنجيب الجيلي ونحطه فوق الوش كده وندخله برضو التلاجة، ما خدش نص ساعة. بعد كده هتطلع معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. قوامها حلو جدا وناعم. ولما انا كده ما سبتهاش نص ساعة في التلاجة، انتي سيبيها اكتر، يعني ساعة 2 هتتلاقيها معاكي تحفة تحفة تحفة. يعني البولات اللي اتصورت اللي احنا اكلناها بعد التصوير كده، القوام بتاعها خطير، كان نفسي هي اللي تتصور اكتر من ده. فالوصفة بتاعتنا النهاردة جامدة جدا وحلوة، وكل حاجة حلوة فيها. مش عارفة بشكر فيها كتير ليه، يمكن عشان انا اصلا بحبها وانا لغيت كتير النهاردة، مش عارفة ليه برضو. المهم، لو عجبكم الوصفات ادخلوا بصوا على القناة واعملوا لايك وشير واشتراك فيها وكومنتات حلوة منكم. واشوفكم دايما يا رب كده في وصفات تانية، واشوفكم دايما بألف خير.